احيانا في ناس كتير مزعجين في حياتنا، بيضايقونا، سواء بإهانة، سواء بموقف مش كويس، سواء ممكن يزعقوا ليك او ممكن يقولوا لك كلام مش كويس وانتي في نفس الوقت ما بتعرفيش تردي، او لسانك بيتربط وما ما بترديش. فلما بتروحي البيت او لما بتروح البيت بتندموا، يا ريتني كنت قلت كذا، يا ريتني كنت رديت، يا ريتني ما كنتش سكت، انا كنت قادر اقول كذا وكذا وكذا، بس انا مش عارف او مش عارفة انا ايه اللي سكتني. فبيبقى عندكم كده طاقة سلبية، طاقة من المشاعر المكبوتة الحزينة، انتوا ما قدرتوش تعبروا عنها في نفس الوقت. فبتروحوا البيت بتندموا، انا ازاي سكت عن حقي، ازاي سمحت للشخص ده يهني، ازاي سمحت له يقول لي كذا وكذا وكذا، ازاي وانا كان ممكن ارد عليه او ارد عليها بالكلام ده. انا عندي طريقتين تخرجوا بيها المشاعر او الطاقات السلبية اللي جواكوا، اللي فضلت مكتومة جواكوا وما عرفتوش تخرجوها في الموقف ده او مع الشخص ده. ايه الطريقتين اللي ممكن نستخدمهم عشان نبعد الطاقة السلبية والمشاعر السلبية عننا؟ قبل ما اقول الطريقتين اتمنى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر اللي هو الجرس ده عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسونيش باللايك عشان الفيديو ينتشر وشير كتير للفيديو. اول طريقة وانا مجرباها، الطريقة الاولى ان انتي تصلي ركعتين بالليل، تصلي ركعتين بالليل وتقعدي تشكي لربنا وتحكي له كل حاجة مضايقاكي، تدعي له، تدعي كده، تدعي ربنا ان هو يفرج همك، يفك كربك، يقويكي على اللي انت فيه، ياخد لك حقك. ربنا مش هيسيبك، ربنا هيطبطب عليكي، ربنا ما فيش احن منه، ربنا قادر على كل شيء. انت لما تروحي تشتكي للناس محدش هيفيدك، هيقولوا لك معلش، لكن ربنا والله العظيم هو الوحيد اللي هيطبطب علينا، ربنا هو الوحيد اللي هيقف جنبك وجنبك. نصلي ركعتين وندعي ربنا ونقول له كل حاجة في نفسنا، وإن شاء الله إن شاء الله هو اللي هيقف جنبنا، متلجأيش لحد. يعني في مثلا واحدة أعرفها كانت بتقع في مشاكل كتير، أول حاجة أسألها لها أنت بتصلي ولا مقصرة؟ تقولي لا ما بصليش بقطع. اقول لها هو ده ينفع ان انتي تقطعي؟ ما اكيد ربنا هيبتليكي بمشاكل عشان تلجئي له، يعني هو ربنا هيبتليكي عشان تلجئي له، عشان انتي اصلا ما بتصليش، ما بتعمليش العبادات المفروضة عليكي. مين اللي هيطبطب عليكي؟ مين اللي هيستجيب لك؟ مين اللي هيحللك المشاكل بتاعتك؟ مش انا اكيد، انا مفيش حاجة في ايدي ان انا اعملها لك. انا انصحك ان انت تلجئي لربنا، وربنا هو ان شاء الله ان شاء الله هيحللك مشاكلك. ماشي، تقوم قال لي حاضر وماشي وهنتظم، وتروح تصلي وتدعي ومش عارفة وتلتزم ومشاكلها تتحل، والله العظيم بتتحل. بعد ما بتتحل بترجع تاني تقطع. لا، لا يا حبيبتي، هو انت لازم تستمري عشان ربنا يبارك لك في حياتك، ربنا يبارك لك في عيشتك، ربنا يعني يخلي عيشتك جميلة، يخلي عيشتك سعيدة، يخلي عيشتك مليئة بالفرح. مش نعرف ربنا ساعد مصلحتنا وبعد كده نقطعه تاني مجرد ما مشكلنا اتحلت. لا، مفيش الكلام ده، ربنا دائما وابدا معانا على طول. لازم نحترم ونصلي، نحترم نفسنا ونصلي، نحترم نفسنا ونعمل كل حاجة ما ربنا فرضها علينا. نقرب من ربنا، ربنا هيطبطب عليكم وهو اللي هيساعدكم، مفيش بني آدم على وش الأرض هيقدر يساعدكم. قربوا من ربنا على قد ما تقدروا، هيساعدكم والله العظيم، مفيش أحن من ربنا علينا. تاني طريقة من الطرق، هنجيب ورقة وهنجيب قلم وهنكتب كل حاجة مضايقانا من الشخصية اللي زعجتنا، كل حاجة كل حاجة، وكان نفسنا نقول لها ايه، كل حاجة نفسنا فيها نكتبها على الورقة، نكتب. سواء بقى انت مقهورة بتعيطي وانت بتكتبي بتطلعي كل مشاعر الغضب والسلبية اللي عندك والحاجات اللي نفسك كنت تقوليها له او تقولها لها، وانت كذلك يا راجل برضو تمسك ورقة وقلم وتكتب كل حاجة مضايقك وكل حاجة نفسك كنت تقولها، كل حاجة نفسك. وبعد كده بعد ما تفضوا كل المشاعر والطاقة السلبية اللي عندكم في الورقة، امسكوا الورقة وقطعوها، قطعوها، هترتاحوا نفسيا، قمة الراحة النفسية هتلاقوها. انتوا فضيتوا مخكم وقلبكم من المشاعر السلبية في قلب الورقة وبعد كده قطعتوها، خلاص هتلاقوا نفسكم ارتحتوا. والله العظيم جربوا الطريقتين دول، هيفرقوا معاكوا جامد جامد في حياتكم.
وادعوا لي واعملوا لي لايك وشيروا الفيديو كتير. وشكرا على المتابعة، وشكرا على كل حد عندي في القناة بيدعمني.